زاد بنسبة 17.3% في أسبوعين. ما هو متحور كورونا الجديد EG5 التي حذرت الصحة العالمية منه؟ تصدر متحور كورونا الجديد EG5 لمحركات البحث جوجل، حيث أصيب العالم بصدمة كبيرة بعد ارتفاع أعداد المصابين بمتحور كورونا EG5. فهناك مخاوف من ظهور وباء جديد متمثل في متحور EG5، لذا نستعرض لكم معلومات عن متحور EG5. كذلك أعراض المرض. متحور EG5 هو نوع جديد من فيروس كورونا، وذلك المتحور منتشر في عدة دول بكثرة مثل الولايات المتحدة والصين وفرنسا، وبالرغم من سرعة انتشاره لا يعتقد الخبراء أن أعراضه أكثر حدة من مدح المتحور EG5 وشكل متحور كورونا EG5 vertical bar %17. 3 من جميع حالات كورونا في فترة الأسبوعين الممتدة من 23 يوليو إلى 5 أغسطس، وهي قفزة كبيرة من نسبة 0.4% من الحالات التي تم تكوينها في الفترة ما بين 30 أبريل و13 مايو. متحور كورونا EG5 صنفت منظمة الصحة العالمية EG5 على أنه متحور مثير للاهتمام. صنفته منظمة الصحة العالمية سابقا على أنها متغير قيد المراقبة في 19 يوليو، وعلقت منظمة الصحة العالمية على زيادة الإعداد المصابة بمتحور كورونا EG5 قائلة: المتحور تشكل خطرا منخفضا على الصحة العامة مقارنة بمتحور أوميكرون، ولا يوجد دليل على أنه يسبب حالات أكثر خطورة. ويتميز متحور EG5 بكونه يحتوي على طفرة إضافية بتسمى 465، والتي توجد في حوالي 35 بأنا من تسلسل فيروس كورونا في جميع أنحاء العالم، وتم الإبلاغ عن 7354 شالة. ووفقا لتقرير منظمة الصحة العالمية، ظهر EG5 لأول مرة في فبراير على الرغم من كون EG5 متغيرا جديدا، إلا أن أعراضه ليست أكثر حدة أو مختلفة عن المتغيرات السابقة. إعراض فيروس كورونا EG5 التعب وآلام العضلات وألم الصدر والاحتقان والسعال والصداع والغثيان والإسهال والقيء والتهاب الحلق، فقدان التذوق أو الشم مثل سلالات فيروس كورونا.